القضيه اللي دوخات الاف بي اي وخلاتهم كيدوروا في بلاصتهم اكثر من 50 عام. قضيه دي بي كوبر اللي خطف طياره، خدا فيديو ونقز من الطياره وغبر، ما بقى ليه لا حس لا خبر لا اثار. دي بي كوبر هاد السميه بوحدها ولات اسطوره عالميه، شحال وشحال ديال الافلام والكتوبه والنظريات اللي خرجت عليها. ولكن اليوم شنو وقع؟ اليوم يمكن هاد القصه كلها غتقلب. اليوم من بعد 54 عام ديال البحث بانوا شي دلائل جديده خطيره كتبين شكون هو دي بي كوبر الحقيقي. وهاد الدلائل الجديده اللي غادي نكشف عليها لكم في نهايه الفيديو هي اللي غادي تعاود تحل هاد الملف ديال هاد القضيه من ساسها لراسها، وغادي تخلي الاف بي اي يرجعوا للخدمه من جديد وبجهد كبير. بقاو معايا حتى الاخر باش تعرفوا كل شيء. نهار 24 نوفمبر 1971 المساء ديال عيد الشكر في امريكا، مطار بورتلاند اوريغون، واحد السيد في منتصف الاربعينيات تقدم وشرى تذكره ذهب فقط لرحله نورث ويست اورينت رقم 305 المتجهه لسياتل. خلص $20 كاش. السميه على التذكره دان كوبر. ديك الوقت في 1971 الامن في المطارات الداخليه كان ساهل، ما كاين لا تفتيش لا بطاقه هويه، بحال غادي تركب في الكار. دي بي كوبر طلع الطياره بوينغ 727، اختار المقعد ديالو، الطياره قلعات، الاجواء عاديه. دي بي كوبر طلب ويسكي وشعل كارو، كان كيبان هادئ وواثق من نفسه. واحد الشويه عيط المضيفه فلورين شافنر، مد لها ورقه مطويه، هي ضمناتو كيتغزل بها، حطاتها في جيبها عادي. هو بنفس الهدوء قال لها انسه من الاحسن تقراي ديك الورقه، عندي قنبله في الشكاره ديالي. المضيفه تصدمات، جبدات الورقه لقات فيها بالحرف عندي قنبله في الشكاره، بغيتك تجلسي حدايا. جلسات حداه والخوف شاد فيها. دي بي كوبر حلا الشكاره وفعلا سلوكه حمرين وبطاريه. المشهد المرعب كان كافي باش ياكد الجديه ديالو. مطالب دي بي كوبر كانت واضحه: $200,000 كاش، وراق ديال $20، وربعه ديال الباراشوتات، جوج رئيسيين وجوج احتياط، وشاحنه ديال الوقود تكون واجده في مطار سياتل. والتهديد كان صريح: الا درتو شي حركه ناقصه غادي ندير خدمتي ونفجر القنبله. الكابتن ويليام سكوت بلغ برج المراقبه وهما بلغوا الاف بي اي. الطائره بقات كدور فوق سياتل اكثر من ساعتين. في الارض المسؤولين كانوا كيتجاراو باش يجمعوا الفلوس ويجيبوا الباراشوتات من قاعده ماكورت الجويه القريبه. الركاب 36 اللي في الطياره ما فاهمين والو. الطاقم كان كيحاول يهدئهم، ودي بي كوبر كان هو الهدوء بشحمه ولحمه، كيكمل في الشراب والكارو وكيتعامل مع المضيفه تينا ماكلو اللي ولات هي الوسيطه بينهم بكل هدوء. ملي كل شيء صبح واجد، الطياره هبطات في واحد الركن معزول ومظلم في مطار سياتل. دي بي كوبر كان حريص على التفاصيل. موظف واحد طلع الفلوس والباراشوتات، مقابل دي بي كوبر يطلق الركاب كاملين وجوج مضيفات. بقاو معاه في الطائره الكابتن، مساعد طيار، مهندس الرحله، والمضيفه تينا ماكلو. الطائره عمرت بالوقود والمرحله الثانيه من الخطه بدات. الإقلاع مرة أخرى والوجهة مكسيكو سيتي، ولكن بشروط طيران محددة جدا: ارتفاع ما يفوتش 10,000 قدم وسرعة منخفضة. العجلات يبقاو خارجين والباب الخلفي ديال الطائره يبقى مفتوح. الكابتن قال لي بهاد الشروط ما يمكنش يوصلهم الوقود لمكسيكو سيتي. اتفقوا يتوقفوا في مدينه رينو نيفادا للتزود بالوقود. دي بي كوبر وافق يتسد الباب الخلفي في الاقلاع بشرط المضيفه تينا ماكلو توريه كيفاش يحل الباب ملي يكونوا في السماء. الطائره قلعت من سياتل حوالي 37 دقيقه ديال العشيه. جوج طائرات حربيه الاف 106 كانوا تابعينهم، ولكن ما شافوش شي حاجه واضحه بسبب الظلام والضباب والجو الممطر. تقريبا على الساعه 8 ديال الليل دي بي كوبر طلب من تينا ماكلو تمشي لمكان القياده حدا الكابتن وما يبرزطوش. كانت هذه اخر مره شي واحد كيشوفه. تينا ماكلو شافته من بعيد وهو كيربط شي حاجه على حزامه. بعد دقائق قليله، حوالي 8 و13 دقيقه، الضوء ديال الانذار شعل، الباب الخلفي ديال الطائره تحل واهتزاز خفيف في الطائره. الطاقم عرفوا باللي دان كوبر نقز في الظلام وسط الشتاء والبرد فوق غابات كتيفه وجبال وعره في جنوب غرب واشنطن. ملي الطائره هبطات في رينو الاف بي اي طلعوا. دي بي كوبر ما كانش، الفلوس ما كانوش، القنبله ما كانتش. شنو لقاو؟ جوج باراشوتات من 4، واحد رئيسي والاخر احتياطي. لقاو بقايا ديال الكارو والكرافطه الكحله ديالو. هاد الكرافطه ولات هي الدليل الاهم. بدات اكبر عمليه بحث في تاريخ امريكا، سماو القضيه نورجاك. مئات الجنود المتطوعين قلبوا الغابات والجبال، والو. دي بي كوبر ما كاينش ليه الاثر.
الاف بي اي نشروا رسم تقريبي لوجهه بناء على اوصاف المضيفات. الجرافاطات تم التحليل ديالها، لقاو فيها شي جزيئات ديال التيتانيوم وسبائك ديال الفولاذ المقاوم للصدأ، مواد كتستعمل في صناعه الطائرات. هذا الشيء خلاهم يشكوا في ان دي بي كوبر يمكن كان خدام في هذا المجال. لقاو حتى اثار الدي ان اي، ولكن ديك الساعه ما كانش ممكن يديروا بها شي حاجه كبيره. الغموض زاد كبر ملي في 1980 واحد الدري صغير براين انغرام لقى 3 ديال الحزمات ديال الفلوس حوالي $5800 على ضفة نهر كولومبيا في منطقة تينابار. الأرقام التسلسلية كانت مطابقة لفلوس الفدية. كيفاش وصلوا لتما؟ واش النهر اللي جابهم؟ واش دي بي كوبر مات والفلوس تشتوا، ولا هو اللي خباهم؟ السنوات دازت والمشتبه بهم كثروا. أكثر من 800 واحد تم التحقيق معهم من طرف الاف بي اي في ال5 سنوات الأولى، ولكن حتى واحد ما تبتات عليه التهمة بشكل قاطع. الاف بي اي رسميا سدوا القضيه في 2016، قالوا صافي ما عندنا ما نديرو الا ظهر شي دليل جديد. وهنا في القصه كتاخذ واحد المنعطف جديد ومثير. لسنوات كان واحد المشتبه به سميتو ريتشارد فلويد ماكوي كيدور في كواليس التحقيق. هاد ماكوي في ابريل 1972 غير شي شهور قليله مورا حادثه دي بي كوبر دار عمليه خطف طائره مشابهه، نفس نوع الطائره، طلب فديه كبيره $500,000 وربعه الباراشوتات ونقز. الفرق ماكوي تشد بعد يومين، تحكم عليه، هرب من السجن وتقتل في تبادل اطلاق النار مع البوليس في 1974. الاف بي اي ديك الساعه قالوا لا، ماكوي ماشي هو دي بي كوبر، الاوصاف مختلفه شويه. وماكوي كانت عنده حجه غياب ديك الليله. ولكن واحد اليوتيوبر سميتو دان غرايدر، طيار متقاعد ومهووس بقضيه دي بي كوبر، ما قنعوهش هاد الاستنتاجات وبدا كيحقق من بعد ما الاف بي اي سدوا الملف. دان غرايدر تواصل مع ولاد ريتشارد ماكوي، وهاد الولاد من بعد ما ماتت امهم في 2020 خرجوا بواحد الاعتراف خطير. قالوا لغرايدر بلي امهم كارين ماكوي قالت لهم قبل ما تموت بلي باهم ريتشارد ماكوي هو نيت دان كوبر، وباللي هي عاوناته في التخطيط العمليه الاولى والثانيه. هاد الشيء بوحدو كيصدم. ولكن دان غرايدر زاد قلب، مشى للممتلكات ديال عائله ماكوي ولقى حسب ما كيقول واحد الباراشوت عسكري خضر قديم ولكن معدل بشكل كبير. دان غرايدر كيقول باللي هاد الباراشوت كيطابق الاوصاف ديال النوع اللي استعملوا دي بي كوبر فاش نقز. لقى حتى دفتر سجلات القفز ديال ماكوي. غرايدر نشر هاد الشيء في اليوتيوب، والاف بي اي حسب دان غرايدر هما اللي عيطوا ليه، جاو شافوا الباراشوت وداوه باش يقوموا بالتحليل ديالو. خداو حتى عينه ديال الدي ان اي من واحد من ولاد ماكوي، وهاد الشيء دابا اكثر من عام والباراشوت مازال عند الاف بي اي. اذا واش صافي اللغز تحل؟ واش ريتشارد ماكوي هو دي بي كوبر؟ الامور ماشي بهذه السهوله. الاف بي اي مازال ما قالوا والو رسميا. كاينين الناس كيقولوا باللي دان غرايدر كيكذب باش يتشهر. وحتى الا كانت القصه ديال ولاد ماكوي صحيحه، خاص الدي ان اي يثبت بشكل قاطع باللي ماكوي كان على ديك الطائره ديال دي بي كوبر. المضيفات اللي كانوا مع دي بي كوبر ما تعرفوش على ماكوي ديك الساعه. الاسئله مازال كثيره والاجوبه قليله، ولكن اللي اكيد هو انها التطورات الجديده رجعت القضيه الواجهه بقوه، والعالم كيتسنى قضيه دي بي كوبر. سواء كان ريتشارد ماكوي او اي احد اخر او عاش حياته متخفي، دي بي كوبر قدر يخلق اسطوره ديال رجل الشبح اللي قدر يتحدى النظام ويغبر بلا ما يخلي موراه حتى اثر او دليل صغير. واش نتوما كتعتقدوا باللي ماكوي هو دي بي كوبر؟ شاركونا الاراء ديالكم في التعليقات، وما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد ديما. كان معكم ايوب ناو، تهلاو ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.